زوينه كنشربوا قهوه مريحين كنتسناو بشي حد باقي ما جاش زوين عيطوا ليه لا راه يكون عنده غير شي مشكل امبوتياج يعني امبوتياج ولكن ما يخليناش جالسين هنا ايمن زعما الساعه ديال الروطه صباح والله كنعيط وي مالك شي بنادم هذا صافا جيت بكري علاش كتجيو بكري كيفاش لا خاصك تكون معطله صاحبي لما نخليو لك الحلقه عندك نزلطوا الحلقه ونبداو يلا مشاهدينا مشاهدي توب تي في، مرحبا بكم في الحلقه الثالثه في برنامجكم الفني مع فنان. اليوم حاضر معنا مهدي فلان ورضا العلاوي. صافا مزيان كلشي مزيان عرفتي خدام التلفزيون قلت لي لا معطل نورمال ما حملنيش. صافا الدراري كلشي بخير بخير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في توب تي في. الله يحفظك. مهدي ممثل كبير، تألقتي في بزاف ديال الاعمال. علاش كتشوف نزيد ما عنديش جينا من الاخر جينا من بديتي التمثيل وانت باقي صغير فهمتيني دخلتي لاسين بديتي بالعقل والصبوره. اول تجربه ديالك سور سين وقدام الجمهور كيفاش حسيتي بها؟ واحد صغير باقي فيه شويه ديال الخلعه، باقي ما كيفهمش بزاف ديال الحوايج في الدومين ارتستيك. واش عاقل على التجربه؟ كيفاش اول مره دخلتي قدام الخشبه قدام الجمهور؟ كيفاش تفاعلوا معاك الناس؟ كيفاش تفاعلوا مع المسرحيه؟ نكذب عليك الا قلت لك فاهم شي حاجه انا ديك الساعه والله ما فاهم. محافظين؟ لا انا باقي كنعقل. قال لي الوالد غادي تدخل معنا المسرحيه مصايبه وكيفاش ندخل نوصل لداك الشيء. مشى عند العربي باطماح الله يرحمه هو اللي كان كاتب المسرحيه. قال لي راه بغيت مهدي يدخل معنا المسرحيه. قال لي سير ان شاء الله غيكون هذا هو الديبار ديالو، غيكون ممثل احسن منك. ولكن تجربه زوينه بديتي مع ممثلين. الحمد لله عمر ديك الساعه عمر السيد، حسن فلان، عجيل، نور الدين بكر، خياري، نجوم الصغرى. نور الدين بكر يعني كانوا ممثلين واعرين. وي ولكن انت كممثل واش كتستمتع بلاصين بزاف ولا قدام الكاميرا؟ تخلعني الخشبه تخلعني حيت باقي كنقول باقي ما عنديش باقي ما عنديش ما موجدش راسي انني نكون كنمثل المسرح. هي صعب من السينما، صعب بزاف. التياتر صعيب سواء تكون عندك كتعرف دير المسرح سواء ما ديروش. رضا بديتي في برنامج كوميديا. هذا فراسك باقي ما تسالمتش انا باقي ما تسالمتش انا كنتسنى يسالي باش نقول واش تشرب شي حاجه ايمن. انتم تنمو فينا راه جينا جلسنا ما تسالمتش انا وياه داركم راسكم نديفو فهمتي واش يدير معاك وانا داير معاك كل واحد جالس كيتسنى. رضا بديتي في ديو في برنامج كوميديا، من بعد بديتي كتاخذ المسار ديالك بوحدك في كوميديا شو في مسلسلات اخرين بحال صوت النساء بحال بزاف ديال الحوايج. شنو هو اللي خلاك تنتقل من الكوميديا 100% للمجال ديال التمثيل؟ يعني كنهضروا التمثيل كنهضروا على الدراما. واش انت كنتي يعني مقتنع بانك ممثل من الاول او لا شفتي راسك بانك تقدر تعطي في التمثيل مع الكوميديا؟ كيفاش بدات التجربه ديالك؟ بغيت باش نشرح لك داكشي بالزربه. كما كتعرف المغرب فيه صعوبات بزاف، ما يمكنلكش تجي وتكون انت هو مهدي فلان ما تجيش وغادي تكون صحه. دونك كاين بزاف ديال العراقيل. واحد الوقيته كانت الشركه ديال الاذاعه الوطنيه والتلفزه المغربيه لونسات واحد البرنامج اللي هو كوميديا، اللي هو كنعتبر واحد الباساج، واحد القنطره كانت فين عبرت واحد شويه ديال الطريق. كما قلت لك كانوا الفرص ضعيفه، ما يمكنلكش. مهدي قال لك باللي كان شحال هذه البروبوزيسيون ديالو جات من عند الحاج حسن فلان هو اللي بروبوزا. دونك فهمتي فرص قلال كودما فوالا كاين شي واحد اللي يمد لك يديك. دونك كوميديا بدات لينا يديها. ابري كان واحد التحرك في المسرح كما مهدي راه مؤخرا كنا جالسين انا وياه في الرباط وقال لي يا رضا، قال لي توحشت لاسين، قال لي بغيت شي سبيكتاكل، انا بغيت نلعبوا المسرح. وبصح الوقيته اللي كان كيقولها لي حسيت بيه كيقولها ديال بصح، حيت ما كرهناش ان شاء الله نشوفوا المسرح حتى هو يتطور بزاف ونوليو نتفرجوا فيه الناس، تكون عندنا ثقافه ديال المسرح ونمشيو نتفرجوا في الناس في المسرح. هادشي زوين ملي كنشوفوا لي جون في فرقه مسرحيه، وهادشي شفناه في مسرح الحي مؤخرا، المسرحيه اللي درتو بابلوزي كانت الاخراج ديال دريس الروخ. كنتو نتوما دي جون وكان معكم الكابيتان وليد. كيفاش داز التجربه ديال بابلوزي وديال المسرح الحي ملي رجع
وحتى التجارب اللي جات ديالك هو في الفكره السينما الفكره كانت ديال حسن فلان ودريس الروق، ديما كانوا كيتلاقاو. كانت عندهم فكره انهم خصهم يبدلوا شويه في مسرح الحي، خصهم عنصر جديد وعنصر حاجه جديده في مسرح الحي. الشباب ما يبقاوش نفس الوجوه باش الناس ما تملش. جات الفكره وصلت الوقيته اللي خاصها تدار بالاشراف ديال دريس الروخ. تبارك الله عرف شنو يدير بلي جون اللي جاب لي حسن فلان. كان سبيكتاكل انا كنقول ناجح. كانوا معنا الدراري بصح عندهم بزاف الحوايج كانوا خازنينهم وجبد منهم دريس الروخ داك الشيء وتفرقع. الحمد لله كان سبيكتاكل ناجح. زوين. انا شفتو بعدا شحال من مره المهم راك عارف كيدخل فابور دوزنا لعبنا في طنجة عندنا. الجميل في الامر هو اللعبه الجميل في الامر زوين هذيك داخله في اطار مستملح. الجميل في الامر هو كما قال لك مهدي، هو المسرح موجود كاين في المغرب. قال لك فابور دونك راه خص تكون عندنا ثقافه ديال المسرح. راه المسرح موجود. صحاب لك واش زعما حتى نشوفوا شي انونس ولا نشوفوا شي افيش ديال شي مسرحيه راه لا، راه دور الشباب عامرين بالمواهب. راه المسرح الهوات موجود عطاه الله. راه لي فيستيفال ما كيحبسوش على مدار العام. دونك كاينين شباب كاين مواهب خصها تعطيهم الفرصه. فوالا خص هذيك الكودمان اللي قال لك مهدي هي اللي خاص خلاها مهدي خلاها مهدي فلان. فوالا التياتر هو اللي كيبين الممثل، هو اللي كيبين الممثل كيفاش داير. لان السينما تقدر تعاود لقطه كوبي، المخرج يقدر يعاود معاك ديك اللقطه، ولكن الجمهور بحال شي واحد معري وتيقول له قبيله قال لك كتخلعني بصح. راه الكاميرا ممكن ما تخلعكش انت، واحد جوج ثلاثه مرحبا السلام عليكم الدنيا هانيه، ولكن راه البوبليك راه 673 الف واحد كيشوف. وكتشوف ديك ردة الفعل النيشان، يعني بنادم اللي ما يحملكش غتشوف سوق ديال الخضره المطيشه. بنادم اللي عجبتيه راه كيبان كيصفقوا. هادشي شفناه في باب الوزير، شفنا الناس كيفاش تباعلوا. سير تشوف ما كيجيش غير هكاك، ما كيجيش غير هكاك، كيجي بواحد التماره صعيبه.